الفيديو التاني في سلسلة اللي هعلمك فيها ازاي تأسسي ابنك بنفسك في البيت، ازاي تأسسي ابنك في مادة العربي. هبدأ معاكي بحرف الألف. احنا هنمشي بخطوات، الخطوات دي هتبقى ثابتة في كل الحروف اللي جايه. أول حاجة أنا بعلم ابني حرف الألف، بقول له إن ده اسمه ألف وأعرفه صوته ألف ألف. ألف دي زي مين؟ زي أسد. زي مين تاني؟ زي أرنب. زي مين؟ زي أناناس. زي مين؟ لو بابا مثلا اسمه أحمد هتقولي أحمد، لو هو اسمه أحمد هتقولي له أحمد. لو انتي اسمك أسماء أو حد قريبكوا أو أي اسم أيا يكن بيبدأ بحرف الألف تقوليه. تقدري كمان إن انتي تستخدمي الQR كود اللي موجود ده في إن انتي تفتحي الفيديو وتبتدي مع طفلك تعلميه بقى، تخليه يسمع أسد كرر ورائي ألف أسد أسد ألف أرنب كرر ورائي ألف أرنب. تسمعيه مثلا الQR كود ده، تستفادي منه في ان انت تسمعيه وتخليه ان هو يردد وراه. دلوقتي خلاص هو عرف ان ده حرف الألف. تاني مرحلة ان هو يكتب حرف الألف. لما يجي يكتب حرف الألف هنقسمه على خطوتين. اول خطوة ان انا اتأكد ان هو الاول بيكتب الهمزة عدل، ان احنا بنلف وبنشد خط. الهمزه دي هتقف معاكي كتير، بس اهم حاجه انا مش عايزاكي تستسهلي. يعني ما تقوليش انا ابني جابها كده، ابني جابها كده وتقولي ده حلوه، او ما تقوليش مثلا زي ما احنا اتعلمنا زمان غلط ان احنا بنعمل الهمزه بالمنظر ده كده غلط. في المدارس الانترناشونال والمدارس الكويسه المهتمين جدا بالاطفال بيرفضوا اي طفل جاي بالمنظر ده، لانه ما بيكتبش بالطريقه الصحيحه. خليكي ورا طفلك لحد ما يجيب الطريقه دي. وقلت لك برده ازاي لو ما عرفش ان انت ممكن تعملي له المنظر ده كده، وترسمي شكله هنا، وترسمي حاجة هو بيحبها هنا، وتخليه يمشي لحد ما يجيب لك الهمزة صح. أول ما يجيب الهمزة صح خلاص احنا عرفنا نكتب الهمزة كده. تبتدي بقى تقولي له طب دي كده اسمها همزة، نحولها لألف ازاي؟ ان احنا نحط له عصاية من تحت كده اسمه ألف ألف. وتفكريه بعد ما خلاص عرف يكتبه صح، تفكريه طب احنا قلنا الألف دي زي مين؟ زي أسد، زي أرنب، زي أناناس، أحمد، أسماء كده. وتجيبي له أسماء كتير جدا عشان ما يثبتش في دماغه كلمة واحدة. ممكن تستخدمي ايديك، تقولي له تعالى كده هات ايدك، يلا نفتكر مع بعض احنا قلنا الألف دي معاها كلمات ايه؟ أسد، أناناس، أرنب، أحمد، أسماء. فهو خلاص تدريجيا مع التكرار هيعرف إن الألف ليه صوت، إن إحنا بنعرفه إزاي أسد، أرنب، وهكذا. طيب ده كده بالنسبة لبدايتك اللي هتبتديها في كل الحروف. طيب احنا خلصنا دلوقتي حالة الكتابة، خلاص هو عرف الكلمات مثلا اللي هي موجودة على الحرف. طيب اعمل ايه بقى بعد كده؟ قدامك حاجة من الاتنين، لا اما بعد ما تخلصي الحرف تطبقي على طول في انك انت تجيبي الكتاب وتحلي، بس يفضل ان انت ما تحليش على طول في الكتاب، يفضل ان انت تسيبي الكتاب مثلا للمرة الجاية اللي هتيجي تقعدي فيها معايا. تبدأي بقى تمسكي هنا اول سؤال، ده حرف ايه؟ اسأليه، خلي دماغه تشتغل. قلنا ده حرف ايه؟ الألف. تمام، قالوا صح، برافو عليك، انت شاطر. نبتدي بقى، ده صورة ايه؟ هيقولك أسد، فأس. طب مين فيهم اللي انت سمعت فيها اللي جت في الأول؟ هيقولك الأسد. طب لو جه قال لي الفاء أقولهوش لأ غلط، ابتدي بقى أقولها تاني، ف. هل هي زي أنا قلت أسد، فهو ده الأسد الصح. هنا هيعرف دي صورة الأرنب، فهنا بيبدأ بحرف الإيه؟ بيبدأ بالألف، فهيبتدي وهكذا. لما تيجي المرة التانية قبل ما تخش على حرف الباء، مهم جدا 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 انك تراجع على الألف، تأكد ان ابننا تمام حافظ حرف الألف وفاكره كويس وعرف يميز الكلمات بتاعته، هندخل على طول في حرف الباء. طيب انا ما لقيتش بقى ابني عارف يميزه او نسي فيه حاجات، ابتدي افكره بيه تاني وابتدي اديهوله تاني. ما انتقلش من ده لده اللي لما يكون اتقن ده كويس جدا وخلاص ثبت في دماغه. المرحله دي اساسيه ومهمه جدا. دلوقتي هدخل في حرف الباء، نفس الكلام، اعرف ان ده حرف الباء. اميزت حرف الباء اللي عنده نقطه تحته او عباره عن طبق تحتيه نقطه، النقطه بتاعته من تحت، ميز له باي حاجه، ما عدا ان انا اقول له ان باء بومه، ان باء بقره، ان باء بطه. دي حاجه مهمه اميز، بس ما ميزش بالصور او بالكلمه. هبتدي نفس الكلام، اجيب حرف الباء اقول له بومه، بقره، بطه، بيت، باسم، برقوق، وهكذا. ابتدي اجيب له كلمات واخلي دماغه تشتغل. بعد كده اعرفه ازاي يكتب حرف الباء بطريقه صح، ما خلوش يكتبه بالمنظر ده نهائي، بلاش. هو طريقه كتابه حرف الباء كده، زي ما جاب الألف هيقدر كمان يجيب لك الباء، وهكذا. هتفضلي بقى كل مرة هتعملي امتحان أو هتعملي تدريب بسيط أو هتراجعي تاني على حرف اللي هو خده قبل كده، وتفضلي هكذا. بعد بقى ما درس الأربع حروف دول
واتقنها كويس وانا خلاص اتاكدت ان هو تمام فيه وما اتلخبطش، ابتدي اعمل له امتحان عليهم هما الاربعه بس بالاسئله طبعا المختلفه، واساله شفوي طبعا وهو بيحل يعني ده اسمه ايه، ما اقولهوش الالف انهي صوره فيهم، لا ما ينفعش، اقول له ده اسمه ايه هيقول لك الف، ده اسمه ايه تاء، طيب ونقول الصور نقول الكلمات بتاعت الصور ويبتدي هو اللي يختار. تساليه في حاجه كمان تعمليها ان انت تعملي له املا بالترتيب في هيئه دوده، في هيئه ان هو يكتب على طول، في هيئه مربعات دواير اي حاجه، وفي نفس الوقت املا بدون ترتيب، يعني اكتب باء اكتب الف اكتب ساء ما يكونوش ورا بعض بس كده. بعد ما خلاص عملت له الاملا وحل الامتحان كويس، تبتدي بعد كده تنتقلي لحرف جديد هو خد. لما تيجي تديله حرف الجيم لازم دايما 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 في كل مره بياخد فيها حرف جديد تعملي 3 حاجات. اول حاجه انك تمليه بالترتيب، تاني حاجه انك تمليه عشوائي، تالت حاجه انك تساليه شفوي. طبعا ملخبط ما تكتبيش الحروف كلها ورا بعض، تقولي له ده اسمه ايه فهو هيقول لهم لك، لا تكتبي الحروف عشوائيه وتساليه عنه. لقيتي ابنك تمام كملي، هتفضلي تكملي لحد ما تخلصي الحروف كلها. كل ما تلاقي ابنك نسي حاجه او وقع في حاجه راجع عليها تاني. دلوقتي هقولك على الاخطاء الشائعه اللي احنا بنلاقيها احنا كمدرسين مع الاطفال وبنواجه صعوبه كبيره في ان احنا نعدلها، تاخد وقت كبير جدا مننا، فانا هقولك عليها علشان انت ما تعمليهاش. الاخطاء دي زي ايه؟ كتابه حرف الالف. الالف زي ما قلت لك ان هو بيتكتب كده، انا بعمل دايره واشد خط واعمل له عصايه بتبقى بعيده عن سنه صغير، لكن مش هتكتبيه له كده ولا كده، ما ينفعش. ما تستسهليش، ما تقوليش ده هو كتبها كده فانا هسيبه وبعد كده هعدلها. الطفل بيفضل زي ما هو مهما تعملي فيه عشان يغير مش هيغير، هو خلاص اسطمبه اتحطت في دماغه. زي بالظبط طريقه كتابه القلم، انت لو سبتيه يكتب كده هيفضل يكتب كده، فما ينفعش. عندنا المثال تاني حرف الجيم، ان انا بعمله يعمل راس الجيم والدايره بتاعتها او راس الحاء او الخاء وهكذا، وان هو يلف. في كتير بتلاقيه بيكتب بالمنظر ده، دي غلط. في كتير بيكتب كده، دي غلط. اهم حاجه ان انت تعلميه ازاي يكتب صح. حرف السين بعلمهوله كده، ما خلوش يكتب كده، ما ينفعش. ما خلوش يكتب كده كده وبعد كده يعمل لي الشنطه في النص. حرف العين ان انا اخليه يكتب العين واحده صغيره وواحده كبيره، ما يكتبهوليش كده، هي مش 4. حرف الباء يكتبه كده، الطبق بيلف وحط النقطة، ما يعمليش المنظر ده كده، ده غلط. دي بعض الأشكال اللي انتي هتواجهك وفي نفس الوقت تخلي بالك جدا 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 من كتابتها مع طفل. في مشكلة كمان المتشابهات، ان الطفل هتلاقيه بيتلخبط ما بين الجيم والحاء والخاء، هيتلخبط ما بين الدال والزال، بين السين والشين، وكل المتشابهات بوجه عام. فانا هعمل ايه؟ ابتدي اميزها له زي ما قلتلك، مش بكلمه ولا بصوره، لا اقوله ده حرف الجيم، هو بيعرف الشكل الاساسي. طب هو متلخبط اصلا في النقط، يا ترى دي النقطه بتاعته تحت ولا فوق ولا هو فين؟ فابتدي مثلا الجيم ده عنده نقطة جوه بطن، الحاء عاملة زي الحمامة طايرة في الهواء ما عندهاش نقطة خالص، الخاء عندها نقطة فوق راسها كده. حرف الدال هو خلاص عرف الدال، طب الزال ده أخت الدال عندها نقطة، الفرق بين السين والشين، هكذا. تبتدي تدوري على أبسط حاجة تخلي طفلك يميز الحروف عن بعضها، والتكرار هيثبت المعلومة في دماغه. بكده أكون خلصت معاكي الطريقة الصح في مذاكرة العربي. لو عندك استفسار أو أي سؤال تقدري تبعتلنا على الجروب الخاص بينا على الفيسبوك. لو انت مش موجوده في الجروب ابعتلنا رساله على الصفحه هنبعتلك اللينك بتاعه. والكتاب اللي انا بستخدمه ده واحد من كتب سلسله بيلد يور تشايلد لتاسيس الاطفال. لو لسه ما طلبتيش المجموعه الحق ابعتلنا رساله على الصفحه علشان خاطر العرض اللي احنا عاملينه قرب يخلص، وهو 7 هدايا مجانيه مع المجموعه.